اول ما بتخش الجامعه او الكليه بتلاقي مجموعه من الشباب كلهم لابسين زي بعض، واكتشفنا بعدين انهم متطوعين في انشطه طلابيه. فبنرجع نسال نفسنا تاني، طب هم اشتركوا في حاجه زي كده ليه؟ هل هم يعني بيستفيدوا من اللي هم بيعملوه ده، ولا هو تضييع وقت وخلاص، ولا الاسباب تانية اللي في بعض الشباب بيدخلوا عشانها؟ لا، ومش كده وبس. مين فينا ما تنمرش ويتريق على بعضه، واللي ساعات بيكون عندك حق واوقات كتير قوي بتكون غلطان. طب عمرك فكرت انك تساعد بمجهود او بمعلومه او فكره من غير ما تستنى مقابل؟ طب تعرف حاجه عن احساس نجاحك في مساعده شخص محتاج؟ وهنا الاحتياج ليه اشكال كتير جدا، ممكن توصل لاحتياجه لمعلومه واحده بس او مساعده من اي نوع تاني. فعشان تقدر تتخيل انت فايتك ايه فعلا حتى لو كنت مشترك في اعمال تطوعيه بس مش قادر تستفيد منها حاليا، فلازم الاول تعرف يعني ايه عمل تطوعي، ويعني ايه نشاط طلابي، وايه هي مسؤولياتهم وطبيعه عملهم، وكمان اهميتهم اذا كانت في الحياه الواقعيه او العمليه، وازاي اقدر استفيد منها في كتابه السي في بتاعي، وكمان فوائدها، وازاي اقدر اشارك في الاعمال التطوعيه والانشطه الطلابيه، وازاي اطلع باكبر استفاده منها. معاكم محمد الصواف من قناه رحاله، فيلا نبدا. العمل التطوعي هو نوع من الانشطه اللي بيقوم بيها الافراد بدون توقع مقابل مادي، وده بيكون بهدف المساهمه في بعض الحاجات زي خدمه المجتمع، ودي ليها اشكال كتير جدا اكيد سمعت عنها، او دعم قضيه معينه، ويتم تنفيذ ده عن طريق التبرع بالوقت وكمان الجهد، وده لمساعده المحتاجين او المساهمه في تحسين الظروف المحيطه. انما بقى بالنسبه للانشطه الطلابيه فهي نوع من انواع العمل التطوعي، وهي الانشطه اللي بيشارك فيها الطلاب وبتهدف لتعزيز وتنميه الطلاب في جوانب متعدده في حياتهم، زي مهاراتهم الشخصيه، ثقتهم بنفسهم، معرفتهم، شبكه علاقاتهم، عملهم الجماعي، وحاجات تانية كتير هنوضحها في باقي حلقتنا. وبتشمل مجموعه واسعه من الانشطه اللي تقدر تشارك فيها، اذا كانت رياضيه او موسيقيه او علميه او خيريه الى اخره من انواع يقدر الطلاب داخل المدارس او الجامعات او حتى خارجهم ان يشاركوا فيها. وده يخلينا نسال نفسنا سؤال مهم، بنعمل ايه في الانشطه الطلابيه والاعمال التطوعيه؟ فده يدخلنا على طبيعه عملهم ومسؤولياتهم، ونقدر نقسمهم لاتنين. الاولى وهي طبيعه عملهم ومسؤولياتهم ككل بشكل عام، والتانية هي طبيعه عمل ومسؤوليات لجانهم بشكل خاص. فخلينا نبدا بطبيعه عملهم ومسؤولياتهم ككل بشكل عام. فهم مسؤولين عن التخطيط والتنظيم، وده بيشمل تحديد الاهداف والمهام وجدولة الفعاليات والعمل على تجهيز المواد والموارد اللازمه. طبعا العمل الجماعي، وده بيتطلب التعاون مع زملائك والمشاركه في الفرق واللجان، وكل ده لتحقيق الاهداف المشتركه. التواصل والتفاعل، وده بيشمل التواصل مع المعلمين والدكاتره والزملاء والجمهور المستهدف كمان، وطبعا تبادل الافكار والاراء والتعاون معاهم. المساهمه في المجتمع، وده هدف من اهداف اي عمل تطوعي زي تلبيه احتياجات المجتمع كده. التاثير الاجتماعي، فبيساهموا في تعزيز الوعي وتحفيز المجتمع على المشاركه وتحقيق التغيير الاجتماعي الايجابي، وده يدخلنا على طبيعه عمل ومسؤوليات لجانهم بشكل خاص، ودي بتختلف من نشاط للتاني، بس غالبا بيكونوا مشتركين في 5 لجان مهمه حتى لو اختلفت اساميهم، زي الاتش ار وهي اختصار لهيومن ريسورس او الموارد البشريه، وده بيكون العمود الاساسي يعتبر، لانها بتكون مسؤوله عن متابعه اعضاء الفريق وتقييمهم، وكمان المسؤوله عن الكفاءه والجوده جوه المؤسسه، والمسؤولين برضو عن الانترفيوهات وكمان تنشيط التيم من وقت للتاني. البي ار وهي اختصار لبابليك ريليشنز او بالعربي العلاقات العامه، وهو المتحدث الرسمي باسم المؤسسه، ودي بقى بتكون حلقه الوصل بين التيم والمجتمع الخارجي، والمسؤول عن اظهار الصوره الخارجيه للمكان بافضل شكل عشان يقدر يجذب السبونسر، وكمان توفير الدعم المادي للتيم. فيعتبر قوه اي نشاط تطوعي او شركه بيقاس بقوه البي ار بتاعه. لوجيستكس وهي لجنه مختصه في تجهيز وتنظيم اماكن الايفنتات والدعايه وتجهيز الديكورات، وواحده من اهم اللجان في اي عمل تطوعي. ميديا، معروف وراء كل كيان عظيم ميديا عظيمه، فالميديا هي اللي بتغطي احداث الكيان اول باول وبتوصل صورته للناس على السوشيال ميديا، وفيها تخصصات كتير جدا ومجالات اكتر زي الفويس اوفر، جرافيك ديزاين، كونتنت رايتنج، فوتوغرافي، فيديو اديتنج، وماركتنج. تكنيكال، ودي تعتبر هي اساس الماده العلميه لاي نشاط طلابي، فهي بتقدم شرح اي حاجه علميه بيقدمها النشاط، فهي اللجنه اللي بتعلمك وتساعدك تنقل العلم لغيرك، وبتساعدك كمان تشتغل بايدك وتخليك تكتسب خبره وتقربك اكتر من سوق العمل. وبشكل عام اي نشاط طلابي بيكون ليه هدف بيحاول يحققه، وده بيتم بمساعده جميع التيمات، وبيحصل عن طريق ظهورهم بافضل صوره ممكنه. وده دخلنا على اهميه الانشطه الطلابيه والاعمال التطوعيه، فاهميتها كبيره وواسعه ومش بتقف على فتره دراستك بس، لا دي مكمله معاك كمان اللي بعد كده بكتير. فهي مسؤوله عن تعزيز التفاعل الاجتماعي، بتوفر لك بيئه اجتماعيه بتشجع على التفاعل وبناء علاقات اجتماعيه قويه، واللي من خلالها بتساعدك في تطوير الشبكه الاجتماعيه والمهنيه، وده اللي هيفتح ليك ابواب جديده ويزيد من فرصك بمجرد تعرفك على اشخاص تانية في مجالات مختلفه وبناء علاقات معاهم، وده اللي هيساعد في توفير فرص عمل ومشاريع وتوجيهات مستقبليه
مستقبليه مختلفه. تعزيز التعلم، وده بيحصل عن طريق توسيع افاقك ودايره معرفتك واهتماماتك، فبتعرضك لتجارب وتحديات جديده وبتساعدك في استكشاف مجالات اجدد واكتشاف مواهب مختلفه، وده اللي بيخليها سبب في انك يبقى ليك رؤيه اوسع لمجالات التعلم والمهن المستقبليه. تطوير المهارات المختلفه، فبتوفر فرص كبيره لتطوير مهارات زي مهارات الاتصال، القيادة، العمل الجماعي، حل المشكلات، وإدارة الوقت. والمهارات دي ليها قيمة كبيرة في الحياة الشخصية والمهنية للطلاب. تطوير مهارات القيادة، فبتديك فرص لتحمل مسؤولية القيادة واتخاذ القرارات، وبيحصل من خلال تنظيم الفعاليات وتوجيه وتحفيز الفريق، وده اللي بيأهلهم لدور القيادة في المستقبل. تعزيز مهارات التعاون والعمل الجماعي، فهي بتشجع التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب، وده بيحصل لما بتشارك في مشروع مشترك او تشتغلوا كفريق، فبتتعلموا ازاي تتواصلوا بفاعليه، وكمان تقدير اراء بعضكم وتوزيع المهام والتعاون لتحقيق اهدافكم المشتركه. بناء الثقه بالنفس والانتماء، وده نتيجه لكل التجارب اللي بتخوضها في المكان، فبيطور ثقتك بنفسك وقدرتك على التاثير على غيرك، وكمان الكلام قدام الجمهور، وبرضه التعبير عن ارائك بثقه وتحقيق نجاح كمان. بتساعد في اكتساب الخبرات، فهي بتوفر فرص كتير ومواقف اكتر لكسب خبرات عمليه في المجالات المختلفه، واللي هيزود من قيمه مهاراتك ومعرفتك، واللي اكيد هتاثر على فرصك المستقبليه. تعزيز السيره الذاتيه، السي في يعني، وخصوصا للفريش جراديويتد، وده من خلال اضافه التجارب اللي واجهتها والمهارات اللي اكتسبتها، واللي اكيد هتنضاف في السي في، وده اللي اكيد هيساعدك عند التقديم للوظائف في المستقبل. فنقدر نستنتج ان ليهم دور مهم في التعليم وكمان تطوير المهارات بكل انواعها، واللي بينتج عنه انها بتكون سبب في زياده فرصك المستقبليه، اذا كان في الحصول على وظيفه او فرصه تعليميه تانية. بس ده مش هيحصل لو ما عرفتش تستفيد منهم في كتابه السي في بتاعك، فتعالى اوضح لك ازاي تقدر تستفيد منهم في كتابه السي في. ببساطه خالص هتحاول تظهر بعض النقط فيك من خلال المواقف اللي انت اتحطيت فيها، زي انك تظهر الجوانب المختلفه لشخصيتك، فبتعكس شخصيتك واهتماماتك وقيمك، وده اللي بيقوي السي في بتاعك وبيساعد المسؤول عن تعيينك على فهمك بشكل افضل. اظهار الالتزام ومبادرتك في العمل، فبتعكس المشاركه فيهم نوع من انواع الالتزام والقدره على المبادره، وده بيكون مؤشر ايجابي عند مراجعه السي في بتاعك. اظهار مهاراتك الشخصيه، فهي بتساعد في اظهار مهاراتك القيمه زي القياده والتفكير النقدي وحل المشكلات والتواصل، واللي كل ده مطلوب جدا في سوق العمل. اظهار ادائك القوي، وده ناتج عن نجاحك في المواقف المختلفه، فده بيعكس قدرتك على تحقيق النجاح والتفوق في المهام المسنده ليك. فتعال نلخص كل الجزئيه اللي فاتت دي في 10 نقط بس، عن طريق اننا نوضح اهم فوائد الانشطه الطلابيه والاعمال التطوعيه. فمن اهم فوائدها تعزيز التعلم والتطبيق العملي، وده بيكون للمفاهيم الاكاديميه او الحياتيه، وبيحصل من خلال تجارب العمل اللي بتتحط فيها، واللي بتساعد في تعزيز التعلم من خلال التجارب العمليه. تطوير المهارات ككل، اذا كانت الشخصيه او الاجتماعيه او القياديه. بناء شبكه علاقات قويه، اذا كانت اجتماعيه او مهنيه. تعزيز الثقه بالنفس، وكمان تطوير التفكير الابداعي وحل المشكلات. تعزيز العمل الجماعي والتعاون، توفير فرص للتواصل، واللي بيميزها انها مع طلاب تانيين عندهم نفس اهتمامات، وهتلاقي اصلا ده من اهم الحاجات اللي ممكن تلاقيها في الجامعات بشكل عام والانشطه الطلابيه والتطوعيه بشكل خاص. خدمه المجتمع وتحسينه، وده بيحصل عن طريق تعزيز الوعي الاجتماعي والمسؤوليه المجتمعيه. تعزيز القدره على التعاطف، واخيرا انشاء ذكريات وتجارب حرفيا لا تنسى. طبعا بعد الكلام العظيم اللي فات ده فمش فاضل غير انك تشارك في عمل تطوعي، فخلينا ندخل في ازاي اعرف اشارك في عمل تطوعي. في البدايه كده انت هتبحث عن النشاط او العمل التطوعي اللي حابب تقدم فيه، واقرا عنه واعرف هدفه واولوياته. بعدها اعرف اكتر عن لجانه، وبشكل خاص اللجنه اللي انت مهتم بيها وهتقدم فيها، وحاول تتاكد ان هيكون في فايده متبادله، لانك لو مش بتفيد المكان فهيستغنوا عنك، ولو انت مش هتستفيد منه فهتسيبهم وهتطلع. اتواصل مع النشاط الطلابي، وده عشان تعرف ميعاد فتح باب التقديم وما يفوتكش ميعاد التسجيل، لان غالبا بيكون في انترفيو عشان يختاروا الناس المناسبه للمكان. واخيرا تبدا تجهز للانترفيو، واللي بمجرد تنفيذك للخطوات اللي فاتت انت بقيت جاهز بنسبه 80%، وال 20% الباقيه فهي معتمده على معرفتك لنفسك وشخصيتك، وانك ازاي تعبر عن نفسك بافضل شكل ممكن. فتبدا تجهز اجابات للاسئله اللي زي عرف نفسك، قول لي 5 مميزات و5 عيوب فيك، وايه هي مهاراتك وهواياتك والكلام الجميل ده كله. فخلينا نوضح بقى بعد ما دخلت وشاركت معاهم خلاص ازاي تطلع باكبر استفاده ممكنه. ففي البدايه كده حدد اهدافك، فقبل ما تبدا العمل التطوعي حدد اللي انت عايز تحققه من خلال التجربه دي. ممكن تكون اهدافك ببساطه هي تطوير مهارات معينه، خدمه المجتمع، بناء شبكه اجتماعيه. فبمجرد تحديد اهدافك تقدر توجه جهودك بشكل افضل والاستفاده باكبر قدر ممكن من التطوع. اختار مجال اهتمامك، فحاول اختيار انشطه تطوعيه بتلائم اهتماماتك ومهاراتك، فمجهودك في المجال اللي انت مهتم بيه هيخليك مستمتع بالتطوع وهتقدر تقدم افضل ما عندك. خليك ملتزم ومستمر، حاول ان تكون ملتزم بالعمل التطوعي ومستمر في جهودك، وممكن تواجه بعض التحديات او الصعوبات، بس من المهم ان تستمر وتتخطى الصعوبات دي. فبالاستمرار هتحصل على فرص اكبر لتعلم المهارات وبناء العلاقات وتحقيق الاهداف اللي حققتها. اتواصل وتعاون مع المتطوعين، استفيد من الفرصه دي وتعلم من خبراتهم وشارك افكارك ومهاراتك معاهم، كل ده في سبيل توسيع نطاق معرفتك وتطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي عندك.
قيم تاثيرك والفايده اللي بتحققها من العمل التطوعي ده، وبص على التغيير اللي بتحققه في المجتمع او في نفسك، وقيم ازاي تقدر تحسن او تقوي التاثير ده. فنقدر نستنتج في نهايه حلقتنا ان اي نشاط طلابي او عمل تطوعي الاستفاده منه بتنقسم لوجهتين اساسيين. الاولى وهو الجزء التكنيكال اللي هو الهارد سكيلز، والتاني هو الجزء المهارات الحياتيه اللي هو السوفت سكيلز، واللي هيكون ليه سلسله خاصه بيه معانا من كتر اهميته الكبيره في اي مجال ممكن تحب تبدا فيه. وبكده يبقى وصلنا لاخر حلقتنا، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وانتظرونا في الحلقات اللي جايه، وافتكر ان بدايه رحلتك دايما هتكون من هنا. مع السلامه.